النهارده يا شباب هنتعلم مع بعض ازاي نقدر نغير باسورد الواي فاي ونعمل اخفاء لشبكة الواي فاي ونغير اسم شبكة الواي فاي الراوتر اللي احنا هنتكلم عنه موديل اتش 188 اي سواء شركة اورنج فودافون اتصالات وي، فهو هو الشرح ليك. كل اللي عليك هتتابع معاه الخطوات وهنغيره من خلال الهاتف المحمول. كل اللي عليك هتفتح المتصفح وهتبدأ تكتب 192.168.1.1 وهتقول ابدأ. هيبدأ يفتح معاك الصفحة بالشكل ده زي ما انتم شايفين يا شباب. هنا بيطلب مني يوزر نيم وباسورد. اليوزر نيم والباسورد هتلاقيهم عندك في ظهر الراوتر. هنكتب اليوزر نيم والباسورد اللي في ظهر الراوتر ونرجع لكم تاني. بعد ما كتبنا اليوزر نيم والباسورد اللي في ظهر الراوتر، كل اللي علينا هنبدأ نقول ابدأ لوج ان. طبعا هو بيقول لي في حاجة غلط، في اليوزر نيم في حرف اتكتب غلط، هنكتبه ار وبعد كده نبدأ نقول لوج ان. الراوتر هيبدأ يفتح معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده يا شباب. زي ما انتوا شايفين كده هنيجي نختار على حاجة اسمها لوكال نيتورك. هنضغط على لوكال نيتورك. بعد كده هنبدأ نضغط على حاجة اسمها دبليو. بعد كده يا شباب هضغط على حاجة اسمها WLAN SSID configuration اللي هو آخر خيار هضغط عليه. هيبدأ يفتح لي معايا الشبكات زي كده. انت عندك دلوقتي لو الراوتر بتاعك بيبث 8 شبكات فمفيش مشكلة، لو بيبث 4 شبكات مفيش مشكلة، لأن برضو في موديل الراوتر اسمه H168N نفس سيستم الراوتر. يعني انت لو معاك H188A أو معاك H168N فهو هو الشرح. تمام، لان الراوتر واحد بيختلف. H188A بيبث شبكتين 2.4 وال 5 جيجا هرتز، لكن H168N بيبث شبكة واحدة. تمام، فانا بالنسبة لي ممكن اجي اختار شبكة SSID 3. هنيجي نعمل على SSID 3 نعمل عليها اون عشان نفعل الشبكة. تمام، وبعد كده نضغط عليه الشبكة. بعد كده هنا جايب لي SSID نيم اسمها عمرو، اسم الشبكة عمرو. انا ممكن امسحها وخليها مثلا وليكن احمد. تمام، خليتها احمد. تمام، بعد كده جايب لي SSID هايد. SSID هايد دي خاصة باخفاء الشبكة. طول ما معمول على SSID هايد معمول عليها اون كده الشبكة بتاعتك مخفية. طيب انت طبيعي هتلاقيها معمولة عندك اوف. تمام، لو معمولة عندك اوف يبقى كده الشبكة ظاهرة لأي جهاز بيلقط واي فاي. طب انا عايز اعمل اخفاء لشبكة الواي فاي، هضغط على اون. يبقى عندي SSID هايد هتحدد اون، يبقى انت كده عملت اخفاء لشبكة الواي فاي. بعد كده نيجي نختار على الخيار اللي بعد كده تختار اخر خيار. بعد كده هنيجي هنا عند الباسورد. انا ممكن اكتب الباسورد، انا معرفش انا كتبته حرف زيادة حرف ناقص الكلام ده كله. هبدأ اضغط على شو باسورد، هيبدأ يظهر معايا الباسورد. هبدأ امسح الباسورد كده ونبدأ نكتبه مثلا وليكن عمرو. هنكتبه مثلا عمرو شباك 1 2 3. بعد كده نبدأ نعمل له ونعمل له مثلا علامة اللي هي 100% ونعمل 78. بعد كده نبدأ نعمل حرف كابيتال. تمام، او بعد كده حرف سمول. ليه بقى احنا عملنا الباسورد كبير او كده؟ عملناه كبير او كده او كلمة قوية عشان تكون صعبة للمخترق. يعني المخترق ما يقدرش يسرق الكلمة، وفي نفس الوقت احنا كمان خافين شبكة الواي فاي. يعني خافين شبكة الواي فاي وكاتبين اسم قوي كده احنا في امان. هنبدأ نضغط على كلمة ابلاي. بس كده هو كده اتحفظ معايا الاعدادات. اتمنى اكون افدتكم في الشرح. لو عجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس على الكل، واشوفكم في فيديو جديد. السلام عليكم.